معايا لو مصر ما عندهاش الجيش المصري بكل قوته وعتاد، كان اعدائنا اللي موجودين حوالينا من كل ناحيه هيعملوا فينا ايه؟ فكرت؟ اتخيلت هيعملوا فينا ايه ووضعنا هيبقى ازاي؟ ما كانش حد هيرحمنا من اعدائنا التاريخيين ولا من الارهابيين ولا من خونة الداخل والخارج، لكن جيشنا اللي مننا، من الشعب المصري اللي فيه ولادنا واخواتنا واصحابنا. هو في اسره من الشعب المصري ما فيهاش فرد واثنين وثلاثه من الجيش المصري؟ مش جيش مرتزقه ولا جيش طائفي ولا ميليشيات مموله من الخارج، لا، ده جيش الشعب المصري والعربي كله. ومش هتكلم عن التاريخ البعيد وانه اول جيش نظامي في التاريخ، ولا هتكلم عن التاريخ القريب ودورنا في حروب ومشاكل المنطقه من 48 لحد دلوقتي، لكن هنتكلم عن الكام سنة اللي فاتت اللي عشناهم وشفناهم بنفسنا. لأنه في الحقيقة السنين اللي فاتت ومع كل اللي شفناه في ليبيا وسوريا والعراق وآخرهم غزة والسودان، أثبتت إن في زمن بيتهز فيه كل شيء وبتتعرى المصالح وبيبان الخونة مين اللي مواقفه ثابتة وواضحة ضد أعدائنا. السنة ونص اللي فاتت رجعت المنطقة والعالم كله علشان يعرف أهمية مصر وجيش مصر، اللي مهما مرت بظروف صعبة وقاسية هتفضل دايما حائط الصد والملاذ الأخير لكل المنطقة، واللي هتفضل كبيرة. نعمل إيه؟ قدر ربنا واختياره لمصر في المكانة دي من بداية الدنيا ولحد آخرها. وخلي بالكوا يلي بتكرهوا مصر وجيش مصر، الفلوس والمليارات والذهب والبترول ممكن يشتروا لك مرتزقة وإعلام يشوه مصر وجيشها، لكن عمرهم ما يبنوا جيش زي جيش مصر ولا شعب في ظهر جيشه زي شعب مصر، جاهزين دايما لأي متربص أو عدو. جيش وشعب عمره ما تخلى عن قضايا العرب وأولهم فلسطين. وتاني خلي بالكم يلي بتكرهوا مصر وجيش مصر، أفراد الجيش المصري مش بس اللي موجودين في القوات المسلحة، جيش مصر هو 120 مليون مصري، رجالة وستات وعواجيز وشباب وأطفال، شعارهم واحد، شعار القوات المسلحة المصرية: النصر أو الشهادة.